وازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة ورحلة صيد جديدة وهنأكل الزاحف بدايتنا. قبل ما نبدأ الحلقة عايزين نصلي على النبي وندعي لإخواتنا في فلسطين وربنا يعدي الأزمة على خير وننصرنا إن شاء الله. الحلقة دي كانت متصورة من فترة وأنا قلت أعرضها لكم، بس كانت اللي موقفنا إن الأحداث فعلا كانت مؤثرة نفسيا على الواحد، وبإذن الرحمن نقدر نشتغل ونطلع جزء من ونساهم يعني في فلسطين بإذن الرحمن. طلعت رحلة صيد كده بسيطة في أرض زراعية فيها أشجار وكده، وحفرت والكلام دوت زي ما انتم شايفين، وابتديت اصطاد زواحف وحشرات زي الإبراس والحشرات اللي قدامكم ديت، بحيث ان احنا نبتدي ننقب عنها كده ونطلعها ونجمع اللي هنقدر عليه وايه، وبعدين نروح بقى البيت نبتدي بقى نقدم الحاجات ديت للزواحف اللي عندنا. الزواحف اللي عندنا في منها المستورد زي ما انتوا هتشوفون في الاخر في الفيديو كده، واحنا بنقدم لهم الاكل. في بيرد دراجون وفي كمان الاجوانا. هنتفرج باذن الله ونشوف الحلقة مع بعضنا. اول حاجة بدور في اماكن رطبة زي ما انتوا شايفين كده، هتبقى في اماكن فيها اوراق شجر واقعة كتير، فيها نباتات وفيها طينة مبلولة زي ما انتوا شايفين. اللي احنا شفناها دي وطلعتها دي الخنفسة، دي يرقة بتاعت الخنفسة، وهوريكم برضو الخنفسة بتاعتها اللي هي يعتبر الجعران. وفي حشرات تانية زي اللي انتوا شايفينها، ودي هي عبارة عن ابو مقص، برضو من الحشرات اللي بتبقى موجودة في التربة وفي الارض الزراعية. هنبتدي ندور واحدة واحدة واسيبكم برضو تتفرجوا وانا معاكم، واي تعليق اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله واقدر اساعدكم وندردش مع بعضنا. نبتدي ندور مع بعضنا كده، ويا رب تستمتعوا وتكون الحلقة بسيطة عليكم. وانا بدور كده لقيت البرص دوت من الابراص اللي هي المنزليه، مفيش منه خطر، مفيش منه بخ سم زي ما كان بيقولنا زمان او جواسم او الخرافات دي. هو البرص زيه زي اي كائن حي، بالعكس مفيد في الطبيعه، انه بيتغذى على الحشرات وبيتغذى على اي حاجه ممكن يقدر يصطادها صغيره. طيب نقدر البرص هنستفاد منه في ايه؟ هنستفاد منه بانه فيه كالسيوم رهيب جدا جدا، وبرضه هتشوفوه زواحف بتحبه جدا. ديت مقاوية الأرجل، برضه من الديدان اللي هي جميلة في التربة. برضه مش خطر، ما بتشكلش أي خطر. ده عنكبوت اللي هو النطاط أو الجيمبورج سبايدر، دوت برضه في الطبيعة كويس جدا، بيستهدف الحشرات الأصغر منه ومفيد، مفيش منه أي خطورة علينا، أو لو لقيناه في البيت أو في أي مكان مفيش أي قلق منه. سيبكوا تتفرجوا ودينا مع بعضنا.
شايفين ده الجعران اللي مسكنا اليرقة بتاعته في الأول. هو في الأول الطور بتاعه الأولاني بيبقى عبارة عن اليرقة، وبعد كده بيتحول للجعران. الجعران دوت برضه من الحنافس اللي بتعيش في التربة تحت الأول. اليرقة بتبقى تحت الأرض لحد ما تتحول وتطلع على الخنفسة ديت، وساعات بنشوفها احنا في عموما يعني بتبقى طايرة بالليل والكلام ده. برضه مفيش منها أي خطر، مفيش منها أي أذى. بس عموما اي كائن حي مهما كان هو احنا مربينه او بنصطاده او بنمسكه او بنتعرف عليه، بعد ما بنخلص مسك الحاجة لازم نغسل ايدينا كويس جدا زيها زي اي كائن حي، سواء قطة سواء كلب سواء اي كائن. الحاجة ديت لازم نغسل ايدينا وننضفها. دي ديدان الارض اللي هي الحمراء او الدود اللي هو بتاع التربة عموما الزراعية، برضو دوت بينفع جدا في الصيد. ان شاء الله نبقى نعمل حلقة تانية كده واحنا بنلمهم ونطلع نصطاد بيهم سمك. ده من افضل الطعوم اللي انت تقدر تصطاد بيها في المية عموما العذبة زي النيل والكلام ده. فان شاء الله نبقى نصور حلقة كده واحنا في رحلة صيد وربنا يستر. سيبكم برضه تتفرجوا ودينا مع بعضنا. ودي كده كانت حصيلة اليوم، وندخل بقى نروح البيت عشان نفرجكوا على الزواحف. الزواحف اللي قدامكوا دي من الكائنات اللي هي مستوردة مش عايشة في مصر، بتيجي من بره استيراد. طيب انواعها اسمها برد دراجون او التنين الملتحي. السحالة ديت مشهورة جدا بره مصر في التربية جدا، ومن اجمل الزواحف اللي الاجانب بيربوها وبيحبوها. دخلت مصر من فترة ونالت شعبية كبيرة جدا، ولكنها يعني ما شاء الله ما شاء الله فعلا من الحاجات المسلية وممتعة جدا في تربيتها. بيتغذى على بيتغذى على النباتات وبيتغذى على الحشرات، وسواء ويعني احيانا ممكن ياكل حاجات صغيرة مثلا ثدييات مثلا الفئران البنكي اللي لسه مولودة والكلام ده. زي ما انتم شايفين هم عندهم اقبال كبير جدا جدا على اي كائن حي بيتحرك. يعني مثلا لو برص دخل البيت عندي، انا حرفيا ما بحاولش امسك البرص، انا بس بجيبهم هما الاتنين او بجيب واحد منهم واسيبه قدام المكان اللي هو فيه البرص، ولمجرد ما احرك البرص بس قدامهم هما بيجروا جري باسرع ما عندهم وبيعرفوا يصطادوه، واول ما بيمسكوه خلاص زي ما انتوا شفتوا كده بيتاكل. سيبكوا برضه تتفرجوا، ومعذرة لو كان حد بيقرف ممكن يعني يعمل سكيب للحتة دي، وان شاء الله مشاهدة ممتعة. وهو كل كائن حي بطبيعته، فلازم لو هنربي كائن حي يبقى نوفر له البيئة بتاعته ونوفر له الحاجة اللي هو يقدر يتغذى بيها. طبعا المكان اللي هما فيه ده عشان التصوير بس، انا كان ليهم بيت وليهم مكان ومتجهز وكل حاجة، كله شمس وفي لمبة حرارة والكلام ده. من اجمل الزواحف اللي ممكن تربوها وتشوفوها البرد دراجون. سيبكم تتفرجوا وبرضه هتشوفوا الاجوان ان شاء الله.
ياكل حشرات لحد ما دوقت له حشرة من الحشرات في مرة وبدأ يحب ان هو يتغذى عليهم. طبعا مش أساسية، النباتات هي الأساسية. ألزم الفراخ مزفلطها بس تملى الدم. وهنا كنا هنبتدي نقدم الإبراز، بس كان في برص ديله اتقطع زي ما انتم شايفين. ديل البرص من الحاجات اللي لما بتتحرك كده بتلهي الكائن الحي أو المفترس فيها، زي مثلا السحالة دي زي ما انتم شفتوا كده هما اتلهوا معاها. البرص اهو بالديل بتاعه كان عايش وده مفيش مشكلة خالص. البرص من الكائنات اللي لو ديله اتقطع يقدر يطلع تاني، وهو من الوسيلة اللي هي بيستخدمها لما بتبقى حاجة تهجم عليه، ان هو يسيب الديل بتاعه علشان خاطر يقدر يهرب ويطلع له ديل تاني. بس لو دخل الشتاء والديل بتاعه مقطوع ودخل في بيات شتوي للأسف هو بنسبة كبيرة بيموت، لأن الديل بيبقى فيه نسبة دهون كبيرة هي اللي بتخلي الجسم ياخد من المخزون دوت لحد ما يخلص فصل الشتاء أو السبات الشتوي. فعشان كده بيبقى بيعمل جاهدا ان هو يخزن الدهون في الجسم قبل دخول الشتاء. ديل البرص عبارة عن بروتينات وعبارة عن دهون عموما. ليه الجسم بيبتدي يسحب منها في الفترة اللي هو ما بياكلش فيها. زي ما انتم شايفين يعني مجرد ما اتحرك قدامهم يعني كانوا هيتجننوا عليه. هو جننا احنا خصيصا فعلا، ودول معذرة يعني محطوطين قدامنا كده نايمين شوية. كان البيت بتاعهم بيتغسل ويتنضف لحد ما نظبطه ونرجعهم تاني. زي ما انتم شايفين هو جري ودوخنا جدا جدا، بس طبعا على مين؟ يعني ده واقف في وسط عصابة، سواء من هنا ولا من هنا ولا من القطط، هو مش عارف يهرب. سبحان الله، البرص من أجمل الكائنات الحية اللي عندها عيون ممكن تشوفوها. في تفاصيل رهيبة جدا في العين حقيقي، يعني جميلة جدا جدا. تفاصيل العيون بتاعته رهيبة. معذرة لو كان برضو حد بيعرف، هو طبيعة كائن حي وده طبيعته. ان شاء الله تكونوا اتبسطتوا يا رب، يعني تكون حلقة خفيفة وبسيطة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.